وكل الثوار الحقيقيين. معكم البروفيسور يوسف بن نايوب. نتحدث عن عدة مواضيع مختلفة، وقد يجمعها شيء واحد، ألا وهو التساؤل عن الإجابة. ولم أجد في الحقيقة إجابة عن هذه الأسئلة، وسألخص كل هذا الموضوع في 3 مواضيع. أولا، عن دورنا في ثورة فبراير وما قمناه، حيث قمنا بتحرير كامل المناطق التابعة لنا دون مساعدة قطر، حيث قمنا بتحرير مدينة قاطرون والكفرة، وحمينا الحقول النفطية التابعة لمدينة الكفرة، حيث قمنا أيضا بتحرير مرزق وضواحيها، وقدمنا الدور الأعظم في تحرير مدينة سبها، وكنا أول الثوار في مدينة أباري، وحمينا الحقول النفطية فيها وإلى يومنا هذا، وحافظنا على الأمن في كل هذه المدن، مع وجود بعض العوائق في سبها من قبل المتسلقين من أعوان الطاغية. إنهم كانوا من قبل مرتزقة ويحاولون البلبلة، ونحن نحذرهم في هذا التسجيل أو المقطع. ومهما قلت وتكلمت عن دورنا في ثورة فبراير، ولن أستطيع أن أصف العون الذي قدمناه للثوار بنغازي الحقيقيين في أثناء بدايات الثورة، حيث كان جميع مرتزقة هم كانوا ثوارا. قدمنا لهم الدعم حتى تنجح ثورتهم. كما قلت، ولن أستطيع أن أصف العون الذي قدمناه لإخواننا الثوار في بنغازي، الثوار الحقيقيين، ليسوا المتسلقين الذين حتى الآن يثيرون البلبلة في طرابلس، ومشاكلهم تزيد يوما عن يوم. إنهم لم يكونوا يوما ثوارا، بل طالبوا السلطة. وثانيا، أتكلم فيما بعد التحرير قام مجموعة من المتسلقين الأعوان الطاغية بتشكيل عصابة وسموها حكومة انتقالية، وهي حكومة تخلو من العجم، عربية صرفة. كيف تكون بالصدفة 24 رجلا أو وزيرا كلهم من العرب مصادفة؟ في النقطة الأولى تساءلت عن دورنا في ثورة فبراير والتهميش الذي أصابنا، وتساءلت عن دورنا الذي خلا من دعم الناتو وقطر. نحن لسنا بحاجة إلى دعم قطر والناتو، ولكن أتساءل لماذا لم يكن لدينا دعم من الناتو؟ وفي النقطة الثانية أتساءل عن هذه الحكومة العربية الصرفة، كيف تكون كلها عربية؟ إن أغلب سكان ليبيا، أكثر من 60% من سكان ليبيا ليسوا من العرب، وإنما من العجم، من طوارق وتبو ومزيغ والمتعربون أصحاب البشرة السمراء يعرفون أنفسهم. ثالثا، في الأعمار لقد حدث ما حدث في مصراتة بفعل كتائب الطاغية وما أصابها من تدمير وخراب من قبل المرتزقة
التابعين للقذافي الأجانب وحتى من الناتو، حيث أثار الخراب والدمار في مصراتة، ونحن نقدر لهم شجاعتهم وبطولتهم في التصدي لهذا. ولكن الجنوب 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 لم يعمر يوما. الجنوب دون استثناء، من سبها إلى أقاصي جنوب الشرقي في الكفرة، وأقاصي جنوب الغربي في غاد، لم يعمر يوما، لم يكن فيه يوما إعمارا. ونتساءل حتى هنا أيضا ونقول: أصحاب ينابيع النفط وشلالاته يعيشون في أقواخ، فليجبني أحدكم عن هذا السؤال: أهذا بسبب المركزية المشعلة التي دمرتنا؟ تنظرون إلى الجنوب وكأنه بعد استراتيجي لكم، أي كينبوع نفط لا ينضب نفطه، وتنسون بأن فيه شعبا قويا قادرا على أن يأخذ ويسترد حقوقه بالقوة. السياسة لا تجدي نفعا معكم، وأخشى وأكثر ما أخشاه أن تكون هنالك ثورة ثانية لأصحاب الجنوب من أقاصي جنوب الشرقي في الكفرة، وحتى أقاصي الجنوب الغربي يطالبون بحقوقهم، حتى الانقسام عن ليبيا. بسبب العرب. أنا نذير للثورة الأولى عندما كان فيه الكلام ممنوعا، ونذير للثورة الثانية بعد الشم قليل من نسيم الحرية. ومن يستمع إلى خطابي هذا لا يفهمه إلا الإنسان الفقيه. سلامي إلى الثوار الحقيقيين في بنغازي، مهد الشرارة. سلامي إلى الثوار التبو الصامدون في الحدود في البرد، الثوار الحقيقيين. كما قلت لكم سالفا، نذير للثورة الثانية بعد شم قليل من نسيم الحرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سألقاكم في لقاء قريب يجمعنا